الخبز السوري وما ادراكم ما الخبز السوري، طريقه درويش، طريقه اخوكم ابو فريش، طعم السمسم كمان. اللهم صل على النبي. يسعد صباحكم ومساءكم كل اوقاتكم، كيفكم شباب؟ كيف هالشوبات معكم؟ كيف الصيف معكم؟ اليوم الخبز السوري اذا الله الخبز السوري في له اكثر من 100 طريقه، وكل واحد له طريقته، كل واحد له يعني لذة بالطعمه. خلينا نروح للمقادير. عندي انا طحين جميع الاستعمالات 250 جرام، وحليب 150 جرام. بدي صفار البيضة شباب، بس فقط الصفار، ومعلقة زبدة. سمسم مبروش، سمسم ناعم، تعالوا بجيبكم اياه كيف. هذا سمسم ناعم. بدي حوالي المعلقة، معلقة طعم، معلقة سكر صغيرة بمقدار معلقة، وكمان الخميرة معلقة صغيرة، رشة ملح. تعالوا نشوف هالطريقة على طريقة أخوكم أبو فريس. ليتس جو. 150 جرام حليب. حليب إذا بيكون فاتر بيكون يعني أسرع للشغل يعني. وصفار البيضة، هاي معلقة السكر، ومعلقة خميرة اللي هي معلقة الطعام يعني. السمسم المبروش شباب، شايفين؟ سمسم ناعم يعني، معلقة، وخلطهم سوا. والطحين اللي هي 250 جرام، شوي شوي وبخلط فيها. بس وصلت معي لهالمرحلة نزل الملح اللي هي رشة ملح. كل بلد بتختلف الطحين عندهم يعني أنا حاطط هون مثلا 250 جرام طحين و150 جرام حليب. ممكن تكون نسبة الحليب ما لها كافية، أو ممكن تكون كثير شوي نسبة الحليب، يعني بعدل عليها. بضلني عم بعجنها حوالي 3 دقايق شباب. هلا برجع بعدل عليها. انا طلعت معي شوي قاسية شباب، حطيت تقريبا 20 جرام حليب، استعملت 170 جرام حليب لل 250 جرام طحين، وبرجع بعجن. شايفين شباب؟ بعد ما لملمت العجينة شوي بحط معلقة الزبدة. الزبدة لازم تكون دايبة، شايفين كيف مريئة؟ وبرجع بعجنها لحتى تتماسك معي. هوت، فيري هوت، فيري هوت. شايفين كيف؟ هلا اتنعمت، صارت ما احلاها. شربت كل الزبدة. بعد ما خلصت مبدئيا بريحها، بكورها وبريحها حوالي 10 دقايق شباب. عشر دقايق وبرجع بورجيكم اياها. هاي خليتها شي 5 دقايق شباب. كلنا ما مسك يس. شايفين شباب؟ رخت معي العجينة، صارت ما احلاها. برد بعملها عجنة ثانية
Can you come close to me? برد منها عجنة وتكويرة. شايفين ما أحلاها؟ برش رشة طحين وبخمرها على مهلة. أقل شيء لازم تطلع دبل يا شباب عند التخمير. هلا شباب أنا هاي إذا بدي استعملها مثلا بكره المساء، يعني هلا انا عندي الظهر، اذا بدي استعملها العصر او فيني استعملها العصر، فيني استعملها بكره، فيني انا احطها مثل ما هي في البراد، طالعها ثاني يوم ارجع اخمرها واستعملها، ما في اي مشكله. بس انا هلا بدي استعملها اليوم، خليها بالجو الطبيعي، يعني بدها اقل شيء بين 3 ساعات و5 ساعات لتتخمر. بشوفكم بعدين، يلا باي. بعد ساعتين بالضبط شباب، شايفين التخميرة صارت دبل، أقل شيء لازم تضل تصير دبل يعني. هلا بطارعها، هي تعتبر شباب تخميرة واحدة. هلا بطالعها وبقرصها بسويها التخميرة الثانية. شايفين ما أحلاها؟ صلوا على النبي. ها شايفين هلا بفرغها كلها من الهواء، برجع بعمل لها تكويرة ثانية. هلا بقرصها. طريقة التقريص مثل طريقة تقريص عجينة البيتزا يعني. هلا كل شخص هو اللي بيقرر قديش بده يحط الجرام يعني. أنا بدي أسويها 80 بين 80 وبين ال 100 جرام. اللي ما له متعود على طريقة التقريص ممكن يستعمل طريقة ثانية، اللي هي مثلا بيخليها هيك وبيقطعها بهالشكل. بسم الله. هاي 99 تقريبا. هلا 250 جرام طلعوا 2 4 5 تقريبا 5 عجينات، الوحده بين ال 90 وال 100 جرام. هاي هلا برجع انا بخمرها التخميره الثانيه. هاي التخميره الثانيه تقريبا بدها تتم بين النص ساعه والساعه. بشوفكم بعدين. باي. بدنا نجربهم هلا ونشوف الخبز السوري على طريقه اخونا الفريس كيف بده يطلع. تعالوا يا رب. أنا بستعمل الشوبك، نحن بنقول له بسوريا الشوبك هذا. حاول شباب الأطراف بس، الأطراف ما بدي إياها بالمرة يعني، بركز أكثر شيء على الأطراف. ملمسها مثل الحرير شباب العجينة. لا تواخذونا شو اليوم في شوية عجقة. ونقول بسم الله سوا يا رب. هاي الخبز السوري على طريقة أخوكم أبو فريش. هاي الخبز السوري على طريقة أخوكم أبو فريس.
اللهم صل على النبي. تعالوا اقطع لكم اياها شوف لانها مثل النار شباب. ريحة السمسم والزبدة فيها بتجنن. شوفوا يعني حرير، ما بدي اقول لكم خش، الخبزة حرير. بسم الله. هلا بفردها فردة خفيفة بإيدي، بشتغل بالشوبة. يعني ملمس حرير. قولوا اللهم صل على النبي مثل كل مرة يا رب. هاي خبز اخوكم ابو فريس. اوه مثل النهر. اللهم صل على النبي. هاي الخبز السوري وشغل دراويش، شغل اخوكم ابو فريس. شايفين شباب مثل الحرير. صلوا على النبي. شايفين ما احلاها. السلام عليكم. يلا